السلام عليكم. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا دايما رسائل علشان نجرب منه ونرجع ليه. واكبر دليل علشان ان احنا لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى ان احنا نشوف حال الشاب ايمن العلي ملك جمال الاردن. سادت حالة من التعاطف والحزن على منصات التواصل الاجتماعي بين الاردنيين بل وبكل الدول العربية بعد تداول صور ومقطع فيديو بيظهر فيه الشاب الاردني الحاصل على لقب جمال ملك الاردن بحالة صحية حرجة جدا، مطالبا الدعاء من متابعيه علشان يتساءل العديد من الناس ايه هو مرض ايمن العلي ملك جمال الاردن. ظهر الشاب الاردني بحالة صحية متدهورة جدا. الشاب ايمن العلي ظهر والجسد هزيل جدا والملامح مختلفة تماما، كسب تعاطف الالاف من المواطنين في الاردن وحتى في العديد من الدول العربية. حاول الكثير معرفة حالته الصحية وازاي اتدهورت للحد ده. وفيما يخص مرض أيمن العلي ملك جمال الأردن، فقد أعلن الشاب الوسيم قبل فترة عن إصابته بمرض السرطان، مؤكدا بداية رحلة علاجه وتحديه لهذا المرض اللعين. وفي آخر ظهور للشاب بدأ منهك الجسد على فراش أحد المستشفيات الأردنية، وعلق على صورته بحسابه الشخصي على موقع انستجرام: الحمد لله، دعوة من القلب، في إشارة إلى معاناته الصحية التي أظهرتها ملامحه المتعبة ووزنه القليل مع تورم كبير في قدميه وبطنه نتيجة المرض. وفي أحد مقاطع الفيديو المنتشرة لملك جمال الأردن ظهر برفقته أحد الأشخاص والذي كان يحاول رقيته والدعاء له بالشفاء العاجل. وظهر أيمن العلي بحالة صحية متدهورة للغاية، مما لاقى تعاطفا كبيرا من الجمهور الأردني والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تضامنهم معه بالدعاء بالشفاء. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويا رب يكون هذا المقطع رسالة لكل شاب في العودة والتوبة إلى الله جل وعلا، وأن نعلم أن الدنيا متاعها قليل وزائل. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي هذا الشاب من مرضه وأن يشفي كل عليل، اللهم آمين. بنتمنى منكم تشتركوا في قناتنا علشان يوصلكم كل جديد. بنشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.